ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الفراخ المخليه بطريقه سهله وبسيطه. شايفين الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. اهو زي ما انتم شايفين كده هعمل زي ما انتم شايفين. دي فرخه انا خليها كويس، شايفين بقى غسلها بالخل والملح والليمون. شايفين ما فيهاش عظم خالص. هبدا بس ان انا ايه بالشاكوش بتاعي او اي حاجه عندي كده ان انا افتحها كده، افتحها دي بره كده. هبدا بس ان انا ايه هبدا بقى هبهرها بايه؟ فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، ملح، بابريكا، بهارات فراخ زي ما انتم شايفين كده. المكان ده متبهرش زي ما انتم شايفين اهو. رشة بس كده زيت، زي ما شايفين. اقلبها بس ان انا عايزه ابهرها برضو من الظهر كده. برضو بابريكا، برضو بهارات فراخ. ماشي معاكم كل التفاصيل. الفلفل بقى هسيبها بقى في التتبيله دي، ويلا بينا نحط بقى حله على البوتاجاز ونعمل بقى الحشوه بتاعتنا اللي احنا هنحشي بيها. شايفين ما انتوا شايفين كده هنعمل حبه رز بالخضار. شايفين بقى حطيت حله زي ما انتوا شايفينها كده على البوتاجاز، حطيت فيها 3 معالق زيت. هنزل كده ايه البصله زي ما انتوا شايفينها كده، بس تبدا ان هي تدبل معايا. هنزل بحبه البهارات، فلفل اسمر على ملح كده، حبه قرفه زي ما انتوا شايفين، بابريكا، هنزل ايه زي ما انتوا شايفين كده كوبايه جزر على بسله. اي نوع خضار عندك متوفر عندك انزلي بيه. هنزل بايه طماطميه مبشوره زي ما انتوا شايفين كده اهو. هسيبها بس قيمه 10 دقايق بس على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه تاني. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هبدا انزل بالرز بتاعي، ده كوبايه الرز. نديهم تشويحه كده بس. هظبط الميه بتاعتي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى يا جماعه اهو. شايفين بقى بدا هو ايه زي ما انتم شايفين كده. اشربوا الميه بتاعته زي ما انتم شايفين. حطوا بس هو بقى يستوي براحته.
نغرفه بقى بعد ما يستوي. انتوا شايفين انا غرفته اهو، بس نسيبه يبرد شويه وبعدين ايه نحشي بيه الفرخه بتاعتنا. هبدا ان انا احشيها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا ابرمها زي ما انتوا شايفين كده. براحتكم خالص كده. هروح بقى ايه جايبه ايه دبارة، اي دبارة عندك متوفرة في البيت، بس ان انا عايزة ايه ان انا ايه اقفل عليها كده زي ما انتوا شايفين اهو اهو اهو. لفيته زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا ايه ازيد ورق فويل. شايفينه عامل ازاي. هبدأ ابرمه زي ما انتوا شايفين اهو. برضه من هنا. زي ما انتوا شايفين كده. حطيت ايه حله فيها ميه، هنزل البصل والجزر، بهارات بقى، فلفل اسمر وملح، نكتب ورق لورا. انتوا شايفين كده الميه بتاعته فوقت. هنزل ايه بقى بالرول بتاعي. لقيت الحله ضيقه فحطيتها بقى في الصينيه الرول الكبيره دي. هغطي عليها بقى بورق فويل ونسيبها تستوي، وبعد ما تستوي نشوف هنعمل ايه. انا خرجته زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بس ان انا افك عليه. شوف بس الظروف عامله ايه. شايفين بقى. هبدا ان انا افك الرول بتاعه ده كده، الخيط بالمقص زي ما انتوا شايفين كده. انا فكيته. جبت بقى معلقتين صلصه على معلقه زيت، فلفل اسمر، رشه ملح. هنبدا بقى ايه ان احنا ندهن كده الرول بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين اهو. هدخله بقى الفرن بس يتحمر معايا واطلعه لكم. بصوا بقى يا جماعه، زي ما انتوا شايفين انا خرجته زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين بقى جمال الفرخه عامله ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنوا فيديو جديد. شايفين بقى الجمال والحلاوه عامله ازاي.